ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب يسعدكم ويفرح قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين. وحشتوني من الفيديو اللي فات. ربنا يسعدكم يا رب ويكبر خواطركم. ومعلش بقى علشان انا ما بعرفش انزل فيديوهات، عشان انتوا عارفين رمضان بقى وكده. وربنا يشفي كل مريض يتألم يا رب. وربنا يكبر خواطركم ويسعدكم وينصر كل مظلوم يا رب، ويحمي الشعب العربية كلها يا رب العالمين، وينصركم على مين يعاديكم، ويسعدكم ويفرح قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى يا حبايب قلبي هنعمل بقى ايه؟ شوية كحك كده يستاهلوا بقكم يا حبايب قلبي. وربنا يا رب يفرح قلوبكم يا رب، وتعملوا الحلو كله وتفرحوا كده ان شاء الله بالنصر بإذن الله. هنعمل بقى الاتنين كيلو دقيق. دي دقيق يا حبايب قلبي مخصص للكحك وللبسكوت. الدقيق ده بيبقى حلو قوي يا حبايب قلبي، اسمه النجار. هنعمل بقى 2 كيلو دقيق، ودي كيلو ملبن اهو. وهنا بقى هنعمل بقى الفانيليا والخميرة وبيكنج باودر، ودي ريحة الكحك. وهنا بقى ريحة الحليب والسمنة البلدي وريحة الموز. وهنا معلقتين سكر والفانيليا. وهنحط برضو ذرة ملح يا حبايب قلبي. والسمنة بقى ال2 كيلو دقيق عليهم ايه؟ كيلو سمنة. جبت السمنة بقى بتاعتنا يا حبايب قلبي وقدحتها وايه، قدحتها جامد، لان انا بقى هعمله على السخن مش هعمله على البارد. كده يا حبايب قلبي هنحط بقى اللي هو ريحة الكحك، مش هنكتر عشان ما ايه اللي بتمرر. كده بس معلقة بس واحدة. نسيبها خميرة شوية كده علشان السمنة بتبقى سخنة قوي لا تبوظ الخميرة. حط بقى الفانيليا. وهحط البيكنج باودر برضو. كيس اهو. وهنا هحط ريحة السمنة البلدي، وريحة دي حليب يا حبايب قلبي، اصنص الحليب. دي بيبقى جميل قوي قوي يا حبايب قلبي في الكحك والبسكوت والحاجات دي. جربوه كده هتلاقوه بيبقى جميل قوي. وهنا دي ريحة الموز. مش عايزة تحط الروايح دي ما تحطهاش عادي، بس احنا بنحبها يعني، بتبقى بتخلي الكحك ريحته حلوة كده وانت بتعمليه، وتحسسك كده بالفرح كده ربنا يجعل عندكم الفرح كله يا رب، ويسعدكم يا رب العالمين. السمنة يا حبايب قلبي انا قدحتها لان مش هعملها على البارد اهي. شايفين؟ بقدحها وارجع احط حتة تانية ما تكونش مقدوحة عشان تخلي الكحكاية ناعمة منه. كده يا حبايب قلبي بعد ما حطينا السمنة سيبناها بردت خالص عشان ايدنا ما تتحرقش. اهي. كده بقى نبس العجينة بتاعتنا. اهم حاجة في الكحك دي البس العجينة عشان الدقيق كله يتغلف في السمنة. لو ما عملتوش كده الكحكة مش هتطلع ناعمة وحلوة منه. كده يا حبايب قلبي بعد ما سيبنا السمنة بردت خالص، الدقيق اهوت كان سخن، عملناه خالص بس انا وسيبناه يبرد شوية. هنحط بقى ايه؟ الخميرة. مكتريش الخميرة عشان الكحك ماهوش عايش، هتسيبيه يخمر ويعمل كده. يعني نص معلقة خميرة بس، مش باكو خميرة نص. وهنا بقى حطيت كوباية لبن وحطيت كوباية مية حسب ما العجينة تاخد معاك كده، لان في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش. وبعدين يا حبايب قلبي حطيت برضو
شوية ملح بسيطين خالص. كده يا حبايب قلبي العجينة بتاعتنا خلصت اهي، ونسيبها بقى تستريح شوية. هي بتبقى العجينة كده يا حبايب قلبي مقطعة كده، يعني ما بتبقاش ناعمة قوي يعني، لغاية ما تستريح اهي. بسم الله ما شاء الله. دي كيلو ملبن يا حبايب قلبي. هنحط بقى عليهم، ما تكتريش عليهم سمنة عشان السمنة ما تخليش الكحكة تسيح منك في الفرن والحشوة تطلع منها. نص معلقة سمنة بس. كده يا حبايب قلبي العجينة بتاعتنا استريحت اهيت، وهنا الملبن اهوت عملته. هنعمل بقى ايه، هنشكل الكحك بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، كحكة زي العسل يا حبايب قلبي. نحط بقى الملبن كده. انا مش عايزة اكبر الكحكة قوي عشان ما يبقاش الكحكة كبيرة وتبقى كده مش حلو. هعملها بقى الكحك كده صغير حلو كده، والحشوة ما تخليهاش كبيرة قوي تطلع من الكحكة عشان ما وانت بتخبزي فيها ما تسحش وتطلع بره. عايزة تعملي بقى بالمنقاش ده، تعملي البصامة. عايزة تعملي بقى بده، تعملي اللي انت عايزاه. كده يا حبايب قلبي خلصنا الكحك بتاعنا اهوت. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي النقشه جميله ازاي؟ بقرب لكم عليها اهوت عشان تشوفوا النقشه بتاعت الكحك. ودي النقشه اللي هي بالبصامه، بس بصراحه انا ما بحبش البصامه ديت لان النقشه بتروح كده يعني متبقاش ظاهره زي دي. شايفين الفرق يا حبايب قلبي؟ شايفين فرق النقشه؟ بسم الله ما شاء الله. كده بقى اخر صاج عملناه هنحطه في الفرن، لان انا كنت بعمل لوحدي وشايفين يا حبايب قلبي الكحكه زادت ازاي. يعني يا دوبك بقى اولع الفرن يسخن ونحط بقى الكحك بتاعنا. كده يا حبايب قلبي الكحك بتاعنا خلص اهوت. بسم الله ما شاء الله. وانا طبعا مش هحط السكر على الكحك كله عشان ايه، لسه بدري عن العيد بقى يا حبايب قلبي. هعمل دولت بس كده علشان ايه، السكر ما تحطوش على الكحك كله عشان ما يبوش. لان السكر لو حطيتيه على الكحك كله ما ينفعش، لازم تخزنيه كده من غير سكر وتطلعي على قد ما انت هتعملي تقومي ايه حاطه السكر عليه. فعشان لسه بدري بقى عن العيد هنعمل ايه، هنعمل بس على قد كده. كده يا حبايب قلبي ده الكحك بتاعنا الجميل. كل سنه وانتم طيبين، ونعاد عليكم الايام بخير يا رب، وربنا يفرحكم ويسعدكم يا رب، وانصر كل مظلوم يا رب العالمين.